السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا وحشتوني جدا جدا جدا. انا اتاخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات الفتره اللي فاتت، بس كان غصب عني، كان عندي ظروف. النهارده بقى هنعمل مع بعض. النهارده هنعمل حاجه بسيطه خالص. النهارده هتبل معاكم بانيه وهفرزه لشهر رمضان. هتبقى اكله سهله وسريعه. هوريكم بقى انا بتبل البانيه ازاي بالتتبيله بتاعتي. طبعا كلكم بتعرفوا تعملوه كل حاجة، بس انا هعمله معاكم النهاردة وهنفرزه مع بعض. نشوف بقى المقادير بتاعتنا السهلة. اول حاجة عندي هنا بانيه، كيلو من البانيه. تمام. ما تقطع شرايح، يا اما خلي الفراخ يقطعهولك، يا اما انت بتقطعيه براحتك. حطيت بصلايه كبيره كده متقطعه، وحطيت طماطمايه كبيره. كل ده في الكبه على بعض، ومعلقه توم صغيره. تمام. وبتحطي بقى الزبادي ايه فايدته؟ في ناس ما بتحطش زبادي في الخلطه، براحتك. بس الزبادي انا بحس ان هو بيطري الانسجه بتاعه الفراخ، وبيخليها جوسي كده من جوه، مش ناشفه. تمام. حطيت علبتين من الزبادي عشان ده كيلو. لو انت عامله نص كيلو بانيه، بتحطي كوبايه واحده بس كفايه. حابه تستغنى عن الزبادي براحتك خالص، استغنى عنيه وامشي بنفس الخطوات واستغنى عن الزبادي. بس انا بحس الزبادي بجد بيديها طعم حلو قوي. وحطيت بتاع ربع كوباية خل، ربع كوباية صغيرة من الخل. تمام، مش كتير. وحطيت برضو بتاع معلقتين كبار من الزيت. والبهارات بتاعتنا دي المقادير بتاعتنا. البهارات بتاعتنا حطيت توم باودر، وحطيت بصل باودر، وحطيت كمون. دي بهارات مشكلة. اللي هو ايه البهارات المشكلة؟ بحطها في برطمان. بحط كمون مطحون، وفلفل اسود، وكزبرة ناشفة، وملح. بحطهم في برطمان وبخلطهم مع بعض، وبستخدمهم في اي اكله. تمام. حطيت معلقه صغيره من البهارات دي. وكمان حطيت معلقه عسل نحل. معلقه عسل النحل دي بتخلي الانسجه يعني تستوي بسرعه، وكمان مش بتبقى ناشفه معاكي، بتبقى طعمها حلو قوي. وحطيت بيضه. تمام. طبعا ممكن تستغنى عن البيضه برضو، مش حابه البيضه براحتك، بس هي البيضه دي بتديها زي الكفر الخارجي اللي احنا هنعمله على طول. التتبيله دي ممكن تسيبيها من بالليل. سيبيها في التتبيله من بالليل ليله كامله او ساعتين. انا سبتها ساعتين. تمام. هنا هضرب المكونات كلها مع بعض في الكبه، هخلطهم كويس قوي قوي. ولو عايزه ملح طبعا بتزودي ملح، بس انا مظبطه الملح بتاعها وتمام. كل حاجه كويسه. هجيب بقى طبق. تمام. هنا زودت شويه بهارات فراخ. تمام. بهارات الفراخ اللي هي بتتباع جاهزة من عند العطار، جبتها وضفت معلقة صغيرة. هنا بقى حطيت البانيه بتاعي في طبق بلاستيك، وهحط عليه التتبيلة كلها، وهعملها زي مساج كده في البانيه كله. طبعا غاسلين ايدينا كويس، وبتقلبيهم كويس، او سواء بمعلقه بايدك بقى، بس انا طبعا غاسله ايدي كويس وقلبتها كويس قوي في التتبيله. هسيبها ساعتين كاملين. انت بقى حابه تسيبيها ليله كامله في التلاجة، بيفضل انت تسيبيها ليله كامله عشان تشرب من التتبيله قبل ما تحطيها في البقسماط آه، او الخلطه الناشفه يعني. تمام. هنا بقى جبت البقسماط اللي هو مطحون ده، جبت بتاع ريتش باك. ده بجيبه من اي سوبر ماركت. حطيت شويه كده حلوين مني في طبق. تمام. وحطيت اللي هو الفيجيتار الجاهز، حطيت كيسين من الفيجيتار الجاهز عليهم. ما بحطش اي حاجه تاني. ممكن في ناس بتحب تحط شويه دقيق براحتك، بس انا بصراحه ما حبيتش ان انا احط ولا دقيق ولا اي حاجه. حطيت بقسماط وحطيت كيسين من الفيجيتار الجاهز عشان خاطر بيديله طعم حلو برضو. انتي بقى لو الكميه قليله معاكي نص كيلو، ممكن بقى بتحطي ايه؟ حطي كيس واحد بس من الفيجيتار. هنا حطيت رشه كده من الفلفل الاسمر، بتدي لها برضو طعم حلو قوي كده وريحه. لكن ملح اي حاجه تاني لا، لان اصلا البقسماط المطحون اللي بيبقى في السوبر ماركت بيبقى متملح. وكمان الفيجيتار ملحه كويس يعني، بهاراته حلوه، فخلاص ما تملحهوش اكتر من كده. وكمان التتبيله انت مملحاها كويس، فخلاص مش هتحتاجي اي ملح تاني. هنا بقى هاخد البانيه بتاعي بشوكه كده عشان خاطر ما بهدلش ايدي
من الخلطة واجي احطها في البقسماط تعمل زي عجينة كده. فانا ابتديت ان انا اطلع البانيه بتاعي من الخلطة السايلة بالشوكة وبحطها في البقسماط. تمام. هنا بقى حطيتها كده بالمنظر ده في البقسماط، وابتديت ان انا ادوس عليها كويس اوي عشان خاطر التتبيله بتاعتي تمسك كويس جدا في البانيه بتاعي. شايفين قطعه البانيه حلوه ازاي؟ طبعا التقطيعه بتبقى ولا اللي هي تخينه قوي ما تستويش، ولا اللي هي رفيعه قوي تنشف منك، تمام، او تتحرق. بتبقى تقطيعه وسط. فانت لما تروحي للفراج قولي له انا عايزه إيه مثلا كيلو بانيه، قطعهولي تقطيعه وسط. تمام. او انت تجيبي صدور البانيه سليمه عندك في البيت وقطعيها انت التقطيعه اللي انت تعجبك انت. خلاص هخلص برضو بنفس الطريقه دي، الكميه كلها بنفس الطريقه دي. طبعا في ناس بتعمل ايه، ما بتحطش البيضه على الخلطه، بعد ما بتحطها في التتبيله كده بتروح ايه جايباها، إيه حاطه طبق فيه بيض ولبن، وطبق فيه دقيق، وطبق فيه بقسماط. بتحط فيه الدقيق الاول، وبعد كده في البيض، وبعد كده في البقسماط، براحتك برضو. بس انا بحب اعملها كده ليه؟ ما بحبش الكفر يبقى تخين على البانيه، إيه عشان ما يقعش معايا. تمام. هنا بقى خلصت الكميه كلها زي ما قلت لكم بالطريقه دي. بتكون عندك بقى علب تلاجة، علب تلاجة تنفع تتحط في الفريزر يعني، او مثلا اطباق فل زي ما انا هعمل دلوقتي. وهتعبيها على حسب عدد افراد الاسره. احنا طبعا 4، فانا هعبيها على حسب العدد ده. 4 يعني وطفله صغيره يعني يعتبر 5، فانا هعبيها على حسب العدد ده. طبعا مش هيبقى بقى كل يوم بانيه ولا لا، ولا الكلام ده لا طبعا. هيبقى مثلا كل اسبوع مره، كل 10 ايام مره كده يعني. طبعا هعمل لكم برضو الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى استعداد لرمضان. هننضف مع بعض المطبخ، هوريكم برضو الفيديو حلو قوي. معلش اتأخرت عليكم في الفيديوهات بتاع شهرين او شهر ونص، عارفة ما بنزلش كتير، بس انا اسفة بجد كان عندي ظروف جامدة. ف شجعوني كده باللايكات بتاعتكم والتعليقات الحلوة بتاعتكم عشان ارجع اشتغل معاكم، عشان خاطر هنعمل وصفات حلوة جدا 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 في رمضان. وكمان هعمل لكم عجينة القطايف تفرزوها ازاي في رمضان. هنا بقى ابتديت ان انا اعبي اسفة البانيه بتاعي في الاطباق الفل على العدد بتاعي. بحط كوبين كل طبقة والتانية. بحط كيس تلاجة عشان خاطر ما يمسكش في بعض لما يتلج يطلع معاكي بسهولة. تمام. طبعا زي ما قلت لكم انتي بتحطي العدد زي ما انت عايزة. يعني مثلا بتحطي كمان طبق الفل يا ريت يكون اكبر من اللي انا جايباه ده، انا ما كانش متوفر عندي الكبير عشان يشيل معاكي طبقة كويسة ما يلزقش في بعض. فانا حطيت بتاع مثلا 2 من تحت، وحطيت كيس تلاجة فتحته بالمقص وحطيته بين كل طبقة والتانية حتة كيس تلاجة كده عشان خاطر ما يلزقش في بعض. وابتديت بقى ايه هلفه معاكم دلوقتي كده. خلاص خلصت، عملت معايا 3 اطباق تمام بالحجم ده، بس ال3 اطباق ايه مليانين. يعني انت مثلا لو انتوا اقل عدد مننا او مش بتاكلوا بانيه كتير، هيبقى عدد الاطباق طبعا اكتر من كده. وانت حابين تفرزوا كميه اكتر من كده كمان، يعني انا ممكن افرزت كيلو الشهر ده، ممكن افرز كيلو قبل رمضان تاني. إيه كده يعني، مش شرط تفرزي كله مره واحده لا. تمام. هنا بقى هجيب استرتش راب وهغلف الاطباق بتاعتي. ما عندكيش استرتش راب، خلاص هات كيس تلاجة تمام يكون كبير شوية يعني زي الطبق كده، وحطي الطبق نفسه جوه كيس التلاجة واربطيه وحطيهم فوق بعض. تمام مفيش اي مشكلة. برضو طريقة حلوة قوي ان انت تحطي بين كل طبقة كيس، عشان خاطر انت مثلا لو مش حابة تعملي الطبق كله في مرة، بتطلعي حتتين حتتين من يعني الطبقة الأولى بينها كيس، بتطلعي حتتين حتتين بسهولة خالص، وبتحطي الباقي في الفريزر تاني. تمام. هغلف بقى كله بالطريقة دي. آه هنغلفهم مع بعض بالاسترتش زي ما انتم شايفين، وبعد كده بتشيليه بقى في الفريزر. بتطلعيه على التسوية. يعني ايه بتطلعيه التسوية؟ بتطلعيه قبل التسوية ب10 دقايق ربع ساعة. ما تخلوهوش اللي هو يفك قوي ولا اللي هو مجمد قوي، بيبقى وسط كده. تمام.
يعني قبل ما تسويه بربع ساعة كده او نص ساعة، طلعيه حطيه على الرخامة عندك وسخني الزيت. خلي الزيت درجة حرارة الزيت عندك وسط. تمام. ان شاء الله ممكن اعمله لكم برضو الفيديو الجاي. ممكن اعمل لكم طبق كده، هوريكم برضو التسوية بتاعته، هوريكم الكفر بتاعه موقعش ازاي. وهنشوف مع بعض ازاي. كده خلاص خلصت معاكم الفيديو. يا رب يعجبكم الفيديو. ما تنسونيش بقى باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة، وشجعونا عشان نعمل مع بعض سلسلة فيديوهات حلوة جدا جدا جدا. وسيبوا لي كومنت حلو شجعوني فيه. وكمان قولوا له انتوا بتتبلوا البنات كده ولا بتعملوه بتتبيلة ايه، عشان كلنا بنستفيد من بعض. وما تنسونيش بقى باللايك الجميل بتاعكم. اشوفكم في رعاية الله في فيديو جديد.